السلام عليكم يا شباب. قبل ما ابتدي بقى، كوبايه القهوه، كوبايه النسكافيه، الشاي بلبن، ازازه الميه، وتعالى ركز معايا في الهيتس اند تريكس دي. هل كل الماترز اللي ربنا خلقها على كوكب الارض بتوصل الكتريستي بنفس الفاليو؟ لا. القصه كلها ان انت عندك في ناس بتبقى كوندكتورز، دول بيوصلوا الكتريستي كويس جدا. في ناس انزليتورز ما بيعبروش الكتريستي ومش عايزين يوصلوها، بالعكس هم طمعانين فيها. في عندك حاجات اللي هي السيمي كوندكتورز، هم هيزيتيتد وبين البنين، صح؟ القصه كلها بتبتدي ان الكوندكتورز دول هم الميتال. طب اشمعنى يا مستر ماضي الميتالز كوندكتورز او بيوصلوا كهرباء؟ القصه كلها يا صديقي بتبتدي ان اي ميتال، لو انت فاكر في الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها، اخر انرجي ليفل هم اقل من 4 الكترونز، يا اما 1 الكترون، يا اما 2 الكترونز، يا اما 3 الكترون. فدول بالنسبه لك الاسهل والاقل في الطاقه. اخسر الكترون ولا اكسب 7؟ اخسر 3 ولا اكسب 5؟ طبقا لمبدا المنايفه، اخسر 1 احسن، اخسر 2 احسن، واخسر 3 احسن. وده بيعمل سبورت عندك في الالكتريستي ولا لا، بيديك نمبر اوف الكترونز اكتر ويسهل عليك الباسج اوف الكترونز ولا لا. لكن الانزليتورز هناك هم عندهم اكتر من 4 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يعني عندك 5 الكترونز او 6 الكترونز او 7 الكترونز. حاجات شبه الكلورين والفلورين والبرومين والايودين والستاتين، وعندك الاكسجين وعندك النيتروجين، دول بيطمعوا في الالكترون اللي بيعدي. على فكره حاجه شبه الاكسجين 2 6 هتخطف 2 الكترونز ولا لا عشان تبقى مور ستيبل. حاجه شبه النيتروجين 2 5 هتخطف 3 الكترونز، ودي خطافه كتيره قوي. لكن السيمي كوندكتورز هم 4، ممكن يكسبوا ممكن يخسروا.